ازيكم عاملين ايه؟ بناء على طلبكم النهارده هنعمل لكم تجهيزات عيد الاضحى للبشره وللشعر وللجسم، وان شاء الله الفيديو النهارده هتكون مكوناته كلها في البيت لان كلها مكونات طبيعيه. السلام عليكم يا احلى المظات، ودعمونا بالله كل الاشتراكات، واهلا بيكم في قناتنا ايه اندبه تي في. النهارده تجهيزات عيد الاضحى بشره وشعر وجسم، واحسن حاجه في فيديو النهارده ان كل المقادير اللي هنستخدمها هي حاجات طبيعيه وماسكات طبيعيه من البيت، وحتى لو هتشتروا حاجات هي حاجات بسيطه جدا وسعرها حلو وكلها من العطار، فمكان واحد هيلم لنا كل حاجه. وما تخافوش، مفيش اي ماسكات من البيت اللي هي ممكن تكون ان هي وحشه او تعمل حبوب او كده، احنا مختارين لكم امن الماسكات اللي انتم ممكن تعملوها من البيت وبدون اي تكاليف. كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد علينا كلنا ان شاء الله. طبعا عيد الفطر المبارك كان بيجي في وسط الدراسه وسط الامتحانات، فيعني كنا بنجهز للعيد وكل حاجه، بس اللي هو ايه، دلوقتي احنا في اجازه فلازم نهتم اكتر واكتر واكتر ونعمل كده بقى الحاجات بحب بقى وبضمير كده. وحابين نفكركم تاني ان مش كل ماسكات المطبخ بتكون مفيده، بل بالعكس ساعات بتضر، ولكن احنا عملنا اكتر الماسكات اللي هي فعلا مفيده واتعمل عليها دراسات ان هي مفيده وما فيهاش اي حاجه بتضر يعني. وانتوا كمان قبل ما تعملوا اي ماسك لبشرتكم ابقوا حطوه كده هنا الاول علشان لو في اي احمرار او حساسيه بلاش بقى تستخدموه على بشرتكم، وكذلك لو في اي ماسك للجسم برده جربوه كده بحته صغيره علشان تتجنبوا اي حساسيه واي ضرر قبل العيد. فيلا بينا نبدا في الفيديو على طول عشان انا متحمسه جدا. ويلا، اول حاجه هنبدا بيها هي الشعر، وهنعمل ماسكين للشعر. اول ماسك هنحتاج فيه الرز، فاحنا حطينا رز على النار مع ميه لحد ما استوى وعجن خالص، يعني بقى طري جدا، وبعدين بدانا ان احنا نضربه في الخلاط مع شويه ميه، وكميه الرز على حسب طول وكثافه شعركم، وهنصفيه كده زي ما انتم شايفين وهنحطه في الطبق. وبرده هنعمل بذور الكتان، دي هنستخدمها في الماسك. بذور الكتان بتلاقوها عند اي عطار، بنحط 4 معالق كده في حله على النار معاها كوبايتين ميه، ولما بتغلي بيبقى قوامها جل كده تقيل، وبرده بنصفيها من البذور بتاعتها وبناخد منها الجل بس. اهم حاجه ما نستخدمهاش خالص غير لما تبرد تماما، علشان اصلا هي لما بتبرد بتتقل اكتر. وبذور الكتان لوحدها هنستخدمها كماسك، وكمان هنخلط بقى شويه من بذور الكتان مع الرز، وده هيكون الماسك التاني. فكده احنا عندنا الماسك الاول بذور كتان بس، والماسك التاني بذور الكتان مع الرز. وللعلم انتوا تختاروا ماسك واحد بس تعملوه، انا اخترت ماسك بذور الكتان وهبه هتعمل ماسك الرز. حطينا بس عليهم شويه زيوت علشان يرطبوا الشعر اكتر، وكمان ماسك الرز مع بذور الكتان زودنا له معلقه عسل علشان يحبس الترطيب في الشعر. الزيوت اللي استخدمناها هي زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا وزيت بذور العنب، وممكن تستخدموا اي نوع زيت انتوا بتحبوه او مفضل بالنسبه لكم، بس تكون زيوت خفيفه زي مثلا زيت الارجان وزيت الزيتون، برده حلو قوي في الوصفه دي. المهم بقى بدانا ان احنا نقسم الشعر ونبتدي ان احنا نحط عليه الماسك كده خصله خصله. ويا جماعه اكتشفنا حاجه واحنا بنسجل الفيديو دلوقتي، ان دول نفس التيشيرتين اللي احنا كنا لابسينهم في فيديو تجهيزات عيد الاضحى السنه اللي فاتت، بس والله دي صدفه. ممكن حد يفكر ان دي فيديوهات السنه اللي فاتت، بس لا لا والله ابدا، حتى بالدليل ان الفيديو السنه دي حاطه تقويم، انما السنه اللي فاتت انا ما كنتش حاطه تقويم. فالمهم هي صدفه يعني. خلصنا الماسكات ولمينا شعرنا وحطينا البونيه وهنسيبه في الشعر لمده ساعتين. تاني حاجه يلا نهتم ببشرتنا. اول حاجه هنبدا على بشره نظيفه، فهنغسل وشنا كويس بغسول ستارفل، وهناخد الرز اللي احنا ضربناه في الخلاط، الرز كده لوحده ما فيهوش اي حاجه، وهنبتدي ان احنا نحطه على بشرتنا على طول. ممكن كمان تزودوا له عسل او لبن، بس يعني احتياطي عشان لو حد عنده حساسيه من المكونات دي، احنا حبينا ان احنا نحطه لوحده خالص. واكيد مش محتاجه اقول لكم ان ماسك الرز ده سر بشره الكوريين الزجاجيه اللي كلنا بنحلم بيها. فوائده طبعا كتيره جدا، منها انه بيرطب البشره وبيفتحها وكمان بيشد البشره، وفيه مضادات اكسده وفيتامينات كتيره جدا. تاني ماسك هنعمله لترطيب وتفتيح البشره، فهنستخدم جل صبار. اتاكدوا بس ان الماركه بتاعته تكون كويسه، احنا استخدمنا امتنان، وممكن كمان تستخدموا نبته الصبار، بس ابحثوا ان ازاي تستخلصوا منها الجل بطريقه صح. هنحط على جل الصبار معلقتين نشا ومعلقتين لبن اللي هو الحليب، وهنقلبهم لحد ما نوصل لقوام كده يكون يعني مش خفيف ومش تقيل، نقدر بس ان احنا نحطه على بشرتنا. هنسيب الماسك على بشرتنا لمده 10 دقايق او ربع ساعه، وبعد كده غسلناه. ودلوقتي هنعمل ماسك للشفايف من البنجر. سلقنا بنجر وهرسناه، وبعدين هنحط عليه معلقه من الفازلين وكمان معلقه من زيت جوز الهند، ده برده بيرطب الشفايف جدا، وهنبتدي ان احنا نحطه على شفايفنا. الماسك ده يا جماعه والله العظيم بجد فظيع، انا حطيته تقريبا فضل معايا يومين، شفايفي بنفس اللون من غير ما احط لها اي حاجه. تالت حاجه معانا في فيديو النهارده وهي العنايه بالجسم، وهنعمل حاجه مشابهه للدلكه. طبعا هي مش دلكه خالص علشان اخواتنا السودانيين عارفين ان الدلكه دي بتاخد ايام وليالي علشان تتعمل، بس دي اقرب حاجه للدلكه. اول حاجه هنجيب حله على النار وهنحط فيها كوبايه دقيق ومعلقتين كبار من النشا، وهنبدا كده ان احنا نشوح فيهم لحد ما ريحتهم تطلع ولونهم يبقى بني خفيف، وبعد كده هضيف عليهم معلقه كبيره او معلقه ونص من القهوه او اللي هو البن بتاعنا اللي بنشربه عادي، وهنبدا بالتدريج نضيف ميه لحد ما يبقى معانا قوام زي العجينه الخفيفه كده.
وممكن كمان تحطوا ميه ورد. وبعدين لما بنحس ان احنا خلاص هنطفي عليها بنزود بقى معلقتين كبار كده من السكر او 3 معالق صغيرين، وبنقلبهم وبنطفي النار على طول علشان السكر ما يتحرقش. هنحطها بقى في الطبق ونستناها تبرد تماما قبل ما نستخدمها، او حتى نحطها في اي برطمان. ودلوقتي هنحطها في البرطمان، وممكن تحتفظوا بيه في التلاجة لمده اسبوع. وهنوريكم دلوقتي في الشاور ازاي بنستخدمها على الجسم. ودلوقتي يلا بينا نحضر لشاور العيد. حطينا بقى بيجامات العيد الجديده بتاعتنا، وابتدينا ان احنا نحط شويه المنتجات اللي بنستخدمهم بعد الشاور، يعني بديل الزيت والبادي سبلاش والديودرنت وكريم الايد والمرطب بتاع الجسم وكل حاجه. وكده بقينا جاهزين علشان ناخد شاور العيد. اول حاجه بنستخدمها في الشاور هي الشامبو. استخدموا اي نوع شامبو عندكم، وهنخلطه بالبن علشان ننضف فروه الراس كويس جدا. وعايزين نقول لكم ان الماسكات الطبيعيه بالذات لازم تغسلوها من على شعركم كويس جدا علشان ما تعملكوش اي قشره. وبعد ما تغسلوا شعركم بالبن مره، اغسلوه بقى بالشامبو لوحده كمان مره. وبعدين استخدموا البلسم بتاعكم وحمام الكريم اللي هو الهير ماسك. وممكن تستخدموا اي نوع انتوا بتحبوه، وفي برده بتاع فاتيكا ده حلو جدا، بس انا استخدمت النهارده الو ايفا. وبالنسبه لطريقه الدلكه سهله جدا. بتوزعوا منها طبقه كده رقيقه على جسمكم، وبعدين بتستنوها تنشف شويه، وبتبتدوا ان انتوا بحركات دائريه خفيفه جدا تقشروها وتشطفوها بالميه. بتوحد جدا لون الجسم وبتفتحه. وبصوا نتيجتها خطيره ازاي. دي تستخدموها مره في الاسبوع. احنا كده كده بناخد شاور كل يوم، بس مره واحده بس في الاسبوع نستخدمها. وبعدها لازم تغسلوا جسمكم كويس باي شاور جل عندكم او اي صابونه مخصصه للجسم. ودلوقتي مع اكتر فقره انا بحبها، وهي فقره بعد الشاور. اول حاجه هنبتدي بيها هي شعرنا. هنبتدي ان احنا نحط له بديل الزيت، وده النوع اللي انا بستخدمه وده النوع اللي ايه بتستخدمه. استخدموا النوع المناسب لشعركم. بيبقى حلو جدا لما بتيجوا تسرحوا شعركم كده، بيفك التشابك وبيسرح الشعر بسهوله علشان الشعر ما يتقطعش. فبنبتدي ان احنا نحطه كده وبنركز على الاطراف. وبعدها على طول الاختيار ليكم، ممكن تلفوا شعركم طاقيه او اللي هي الدوامه، وعاملينها لكم فيديو قبل كده، هنسيب لكم الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف. او ممكن بقى هتشوفوا هتعملوا شعركم او هتعملوا ايه على حسب انتوا بتعملوا ايه في العيد. بس لو هتعملوا شعركم ما تحطوش بديل زيت واستبدلوه بواقي حراره. وعايزين نقول لكم ان احنا واحنا بناخد شاور غسلنا وشنا تاني بالغسول بعد الماسكات، لان الماسكات الطبيعيه لازم نرجع نغسل وشنا تاني بعدها بالغسول. ودلوقتي هنعمل الكبسوله المضغوطه او الشيت ماسك. هي بتكون عباره عن كبسوله كده صغيره بنحطها في ميه ورد وبتبقى شيت ماسك. ودي هتلاقوها بسهوله جدا في اي محل ميك اب، ولو ما لقيتوهاش ممكن برضو تجيبوا الشيت ماسك الجاهز اللي احنا بنحطه على طول. المهم بقى فضلنا نستناه شويه على بشرتنا، وبدل ما نعمل حاجه مفيده قعدنا بصوا نعمل ايه. يعني انا مش فاهمه بجد، وشكلنا شرير جدا بالماسكات اللي احنا حاطينها دي. المهم بقى رشينا بادي سبلاش او اي برفيوم انتوا بتحبوه، وبعدين حطينا بادي لوشن. ولازم بقى بعد الدلكه والحاجات اللي احنا عملناها دي نرطب جسمنا. وفي برضو نوع تاني هحطه لكم على الشاشه كبديل اللي احنا استخدمناه. ممكن تستخدموا عامه اي نوع عندكم، بس اهم حاجه لو عايزين فعلا ترطبوا جلدكم صح من غير اي مشاكل تستخدموا بادي لوشن ما يكونش فيه اي ريحه. ودلوقتي بقى هنرطب بشرتنا. ولو بشرتكم دهنيه ممكن تستخدموا ميلانسينول جل او ترطبوا بجل الصبار، بيبقى تحفه. وانا بشرتي عاديه مايله للجافه شويه فبستخدم كريم. استخدمت شان كريم اللي هو مش جل بقى. واخدين بالكم اني بقول معلومات تحفه، اللي هو كريم بس مش جل. يعني اللي بشرتهم جافه بيرطبوا بكريم عشان بيكونوا محتاجين ترطيب قوي، انما اللي بشرتهم دهنيه مش بيكونوا اصلا قابلين اي حاجه على بشرتهم، فبنحط كريم خفيف. دلوقتي بقى هنعمل خلطه هتخلي ريحه الجسم تحفه تحفه تحفه. هنجيب علبه عندنا عادي جدا وهنحط فيها بيبي باودر وعليها المسك الابيض او اي ريحه مسك انتوا بتحبوها. بالنسبه للباودر اي نوع باودر اطفال هتنفع معانا. وبالنسبه للمسك هتلاقوه عند الناس اللي بتركب برفانات او كمان عند العطارين. ولو ما لقيتوش المسك السائل ده هتلاقوا مكعبات مسك بروايح كتيره جدا. تختاروا الريحه اللي تعجبكم تبشروها وتخلطوه بالباودر كده لحد ما كله يتجانس مع بعض. انتوا حرفيا لو خدتوا شاور كل يوم واستخدمتوا بس ديودرنت والخلطه البسيطه التحفه دي على جسمكم، انتوا مش محتاجين اي بودي سبلاش ولا اي حاجه تانية. ممكن كمان تزودوا على الخلطه دي رشتين من اي بودي سبلاش او برفيوم بتحبوه علشان تكون ريحتها كمان اقوى. لو مش حابين خلاص. وبعد كده بتبتدوا ان انتوا توزعوها على جسمكم باي باودر بف او باللي هي السفنجه دي، اصلا هي اللي بتشيل الميك اب. بس عادي ممكن تستخدموها في ان انتوا توزعوا الباودر على جسمكم او بايديكم عادي جدا. اهم حاجه تستخدموها بعد الشاور على طول عشان تثبت على الجسم وتقعد معاكم لفتره طويله. وبكده نكون خلصنا العنايه الكامله لليله العيد للبشره وللشعر وللجسم. بس كده احنا وريناكم ازاي بنهتم بنفسنا بابسط المكونات للعيد. فبس كده ده كان فيديو النهارده. نتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو وبس باي.